أرجو باختصار من كافة الأخوة والأخوات أبناء مصر والأمة العربية الإسلامية عامة أن يرجعوا إلى تفسير النبي، أقول تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للآية الأخيرة من سورة محمد. يقول فيها المولى تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غير. انتبهوا يا عرب، انتبهوا يا أبناء الجزيرة العربية، انتبهوا يا مصريين يا مصريون بالذات، انتبهوا لهذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاها وكان الصحابة من حوله فسألوه: يا رسول الله، من هؤلاء القوم الذين إذا تولينا وتقاعسنا عن نصرة ديننا استبدلنا الله تبارك وتعالى بهم؟ النبي فسرها، وده رواية البخاري واقرأ ابن كثير والقرطبي وجميع تفاسير أهل السنة والجماعة. ارجع إليها الآن، كان عندك تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي في بيتك، شوف تفسير النبي لهذه الآية أستاذ خيري. كان بجواره سلمان الفارسي ووضع يده على رأسه ثم قال: هذا وقومه، هذا القوم، وإن لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس. وإن تتولوا عن نصر القضية الفلسطينية يستبدل قوما غيركم. وإن تتولوا عن مواجهة غطرسة أمريكائيل يستبدل قوما غيركم. مش عيب علينا احنا أن نختلف على مدى الخرمز، أن نختلف على أن نعطي بترولنا وغازنا لأعداء أمتنا. أنا أجد من العيب ومن العار علينا كعرب أن تهبط طائرات العالم الإسرائيلية في المطارات العربية ولا نسمح للطائرات الإيرانية أن تهبط في مطارنا. ليس هذا من باب أنه إيران لها مصلحة. ما الذي تريده مصر إصران من العالم العربي؟ تريدوا بترولهم؟ عندها بترول. تريدوا أكلهم طعامهم؟ لكن هناك صراع متأمرك. يعني عيب علينا أن نجعل من بعض